اسباب سخونه العربيه. لو عربيتك بتسخن منك ومش عارف ايه السبب، فالفيديو دوت هقول لك الاسباب وهل ده طبيعي ولا في مشكله، وكمان هقول لك على الحلول اللي تريحك وتوفر عليك. فيلا بينا نبدا. اول حاجه هنتكلم عنها هي اسباب السخونه، وهم في العموم 8 اسباب، فركز معايا لاخر الفيديو عشان تعرف انت عندك كام سبب وحلولهم ايه. واول سبب لسخونه العربيه هو نقص المياه في الريداتير. المفروض قبل ما تدور عربيتك الصبح لازم تفتح غطا الريداتير وتشوف المياه ناقصه ولا لا. لو ناقصه لازم تزودها بنفس نوع المياه اللي انت بتستخدمها، سواء مياه حمراء او خضراء على حسب نوع المواصفه المناسبه لعربيتك، وده لازم تعمله كل يوم. طب لو مفيش بقى نفس نوع الميه معاك، فممكن تحط ميه مقطره مؤقتا لحد ما تجيب نفس نوع الميه اللي بتستخدمه. وهنا بقى عايز اقول لك، لو انت بتحط شويه ميه صغيرين في الريداتير فده عادي مش هيعمل لك مشكله، لكن لو بتزود ميه كتير فهنا تبدا تعرف ان عندك مشكله في الريداتير، ولازم تعرف سبب نقص الميه بيروح فين. عشان لو الميه ناقصه زياده عن الطبيعي، لو الريداتير فاضي في ساعتها، تبريد الموتور مش هيبقى احسن حاجه، وده هيخلي درجه حراره الموتور هتعلى ومؤشر الحراره هيعلى معاه، وده هياثر على جوان وش السلندر وممكن الموتور يبوظ منك. فانت اول ما تحس ان في نقص بيحصل في ميه الريداتير، ويبدا دور على النقص ده بيحصل فين او ليه. واول حاجه تعملها انك تبص تحت العربيه، لو مفيش تسريب للميه ملحوظ على الارض كده محتاج تكشف على الريداتير، ممكن يكون محتاج يتنضف، فلازم تروح لفني متخصص في الريداتير يفكه وينضفه. اما بقى لو لقيت تسريب ميه على الارض، فده معناه ان علبه الريداتير فيها كسر او شرخ، وده طبعا هيخلي الميه تنقص منه. وخلي بالك وانت بتبص كويس، لان في علبتين ريداتير، واحده فوق وواحده تحت، ممكن يكون الكسر او الشرخ جاي من واحده فيهم، وفي بعض العربيات ممكن تكون واحده من العلب في الجنب، ولو الكسر او الشرخ موجود يبقى لازم تغير العلب. والتالت حاجه تعملها، لازم تشوف خراطيم الميه اللي طالعه من الريداتير ورايحه للموتور اذا كان فيها قطع ولا لا. لو فيها قطع او خرم للميه طبعا هتنقص والعربيه تسخن منك، فلازم تراجع على كل خرطوم فيهم وتشوف انهي واحد فيه المشكله ولازم يتغير. ورابع حاجه تعملها، تشوف ماسوره الميه ممكن يكون فيها تنفيذ بسيط تخلي الميه تنقص منك والعربيه تسخن، لو لقيت فيها تنفيذ لازم تغيرها في اسرع وقت. خامس حاجه تعملها، تشيك على غطا الريداتير عشان لو بايظ تغيره، وده ممكن يكون سبب من ضمن الاسباب ان تخلي الميه تنقص. وعشان تتاكد منه هتشيل الخرطوم ده، لو لقيت فيه تسريب ميه جاي من المكان ده تتاكد ان الغطا فيه مشكله ومحتاج يتغير، وده تكلفته مش كتير، الاحسن انك تشتريه من مكان موثوق منه عشان لو مش اصلا يعمل نفس المشكله ويهرب ميه. وتاني سبب، ضعف ترمبه الميه، ممكن تكون الترمبه ضعيفه او بايظه، فالميه مش بتلف كويس حوالين الموتور، وساعات بيطلع منها صوت زي ده كده. لو سمعته اتاكد ان الترومبه بايظه، ولو ما فيش صوت طالع منها لازم تخلي الفني يكشف عليه، ممكن تكون بتسرب ميه او بايظه وساعتها هتحتاج تغيرها. وثالث سبب، مروحه التبريد. وقبل ما اقول لك ليه، اتمنى تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وكمان تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والكل منه يستفيد. وهنا تبدا تشوف مروحه التبريد مش شغاله او ضعيفه، وده هتعمله عن طريق انك تفتح الكبوت وتشوف وتتاكد ان المروحه شغاله، لو شغاله يبقى انت كده في الامان، لو واحده فيهم ضعيفه الاحسن تغيرها عشان العربيه ما تسخنش منك. رابع سبب، الترموستات. وعشان تعرف الترموستات شغاله ولا لا، هتشوف الخرطوم الكبير اللي طالع من الموتور، لو بيسخن تدريجيا يبقى كده شغال، لو بيسخن مره واحده يبقى كده معلق، فهتحتاج تغيره. وبعض الناس بتلغيه خالص، والترموستات بتبوظ غالبا بسبب عمرها الافتراضي. وخلي بالك الترموستات لو قفشت المايه مش هتلف جوه الموتور والريداتير والعربيه هتسخن منك، فالحل انك لازم تغيره في اسرع وقت او تلغيه. وخامس سبب، حساس الحراره، هيبعت قرايه غلط لكنترول العربيه، فهتبدا العربيه تسخن منك، وغالبا بيبوظ بسبب الترموستات او عمره الافتراضي برضه. وسادس سبب هو ان في حمل زياده على الموتور، لو ماشي بالعربيه ومشغل التكييف وحاطط حموله زياده عن الطبيعي، الحراره ممكن تعلى بسرعه، وده بسبب ان في جهد زياده على حمل العربيه والموتور، فالاحسن انك تشوف قدره عربيتك تقدر تتحمل قد ايه من ناحيه الوزن والحموله. وسابع سبب، سربنتينه التكييف. وهنا هتلاحظ انك اول ما تشغل التكييف درجه الحراره بتعلى، واول ما تبطل التكييف درجه الحراره بتقل، فكده اتاكد ان سربنتينه التكييف محتاجه تتنضف. وثامن سبب، مياه التبريد. والسبب هنا انك مش بتغيرها في ميعادها، لازم تعرف ان المياه ليها عمر افتراضي اللي هو من سنتين او 60,000 كيلو، لو سبتها اكتر من كده المياه هتفقد خصائصها، وساعتها ولا هتحمي الموتور من الصدى ولا هتبرده، وهتبقى زيها زي المياه العاديه، وهتعمل صدى في الريداتير والترموستات وجوه قوه الميه، فالاحسن تغيرها في ميعادها. ولو شايف ان الفيديو دوت ممكن يفيد غيرك، ابعته له، ما تنساش تشترك في القناه وتسيب رايك في الكومنتات عشان نفضل دايما سابقين المشكله بخط. سلام.